عليهم في حارة حادث جانب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع العلوم الحادث أنواع العلم الحادث إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظري معتاد للتأمل وعكسه هو الضروري الجليل وما به إلى تصور مسلم يطابق لشارع فلتبتهل وما لتصديق به توصلا يوجد يعرف عند الوكلاء. إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسما زيد التصور إحداث شيء بلا حكم عليه هل يرتبون غير التصور وذلك الإسلام يكون قيام زيد على زيد زيد منهم أما قيام صاحبهم تصديق تصديق المسلم على تصديق خلال الإحكام تصديق الإدراس والتسليم في الجملة إدراس والنسبة للجملة نسبة إلى الجملة تعزيز وقدم الأول عند الوضع وقدم الأول وقدم الأول أول جنس تصورها عند الوضع تصورا يكون مقدر بيتين إذا قيامة تكون أربعتان بيتين لأنه مقدم بالطبع أمتي مقدرة لذا بيتين أجنا وأنا بجرب لأنه مقدم بالطبع والنظري محتاج للتأمل والنظري محتاج للتأمل والنظري محتاج للتأمل نظري ما تدري التأمل كنا جمعنا إلى نظري وانا مدرك بدري بدري إن الذي وعكسه هو الضروري الجليل
وما به إلى تسكر مسلم يذلك الإنسان وما به وميسا يسل بينهم لا تصور فسنيت ومكي يدعى بقول شارح ونزلت في الجيش نادى من قول الشارع قول الشارع وميسا ما سنتي وميسا بين الجلال إلى تصور حتى ترى قول الشارع كلاكم أرجوك ربك تزميل زيت لذات مشخصة ممكنة في الزين والخارج ثم يكون الشارع المنطقة حتى الجد يتعرف من الشارع وما لتصديق به توصلا بحجة يعرف عند العقلاء وما توصل به بتصديق التوحيد إسلام يا مزيد الإسلام سلمني سلمتين وما لتصديق وما توصل به تصديق والإنسان غير تصديق لكل الله وكلام من إخلاق نسبته بحجة يعرف عند العقلاء يعرف بحجة مجاجة عند العقلاء والعقلاء مجاجة على إسلام أقول مجاجة لأنه حجة بما سورة كورة مجاجة بما سورة سامي خاطر إنما نهانا أقول على ذلك أقول من لفظ أنواع لفظ أنواع يخرج العلم القديم القديم فلما سيعلم يرتب علم القديم يدعو علم القديم فإنه لا تنوع فيه فإتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد وعلم الله تعالى إشعاع بتنزله سبحانه عليه يتصل علمه بالتصور أو التصديق إنما يتكلم الذي يسبح فإنه لا تنوع فيه فإتيانه بالحادث بالحادث بعد ذلك حادثا بعد ذلك حادثا تأكيد وإضاء للمبتدئ لا فالزيادة بالحادث بعد ذلك بعد أنواع بالكل يترك من الوقت حادثة يقول لك تترك عن أكثر من الكلام والجنة أنواع حادثة قديم ولكن بعد ذلك تأكيد والعلم
والعلم معرفة المعلوم ثم إنه معرفة المعلومات بالتنظر ثم إنه ينقسم إلى تصور وإلى تصديق وكل منهما إلى ضروري وإلى نظري فالأقسام أربعة فإن كان إدراك معنى المفرد فإن كان إدراك معنى المفرد فهو تصور فإن كان إدراك معنى المفرد فإن كان إدراك معنى المفرد فهو تصور كإدراك معنى زيد كإدراك معنى زيد ذات مشخصة النظر يكون تقريب أمور المعلومات علامة الوجه باستخدام ما ليس بمعلوم يصبر القرآن الذي إنك تجاه تجاهه يصبر القرآن وإن كان إدراك معنى وقوع نسبة فهو تصديق وإن كان إدراك معنى وقوع نسبة يقول كان في قولنا وهذا أنا أقول وإن كان إدراك معنى وإن كان إدراك معنى يدعي إدراك معنى وقوع نسبة يده معنى وقوع نسبة فهو تصديق كإدراك وقوع القيام في قولنا زيد قائم كبير وقوع القيام في قولنا زيد قائم وزيد قيام وهذا معنى قوله إدراك مفرد البيت فزيد قائم اشتمل على تصورات أربعة الأول تصور الموضوع وهو زيد أربعة على تصورات آية تصور الموضوع بيقول موضوع بيقول منتبه معمولة بالقدر مرة تصور الموضوع زيد قائم الثاني تصور المحمول وهو قائم وهو قائم بخبر وتصور النسبة الحكمية بينهما وهو تعلق المعمول بالموضوع الرابع وتصور وقوعها تصور وقوعها سلة في الخلافين تصور وقوعها هو الإسلام الكبير الإسلام كنتك يعني فالتصور الرابع يسمى تصديقا والثالث قبله شروط له وهذا مذهب الحكماء ومذهب الإمام أن التصديق هو التصورات الأربعة مذهب الإمام وهو المراد بذلك كالإمام الدرس الإسلام والمتكلمين والمنتقاتين والرسول أن التصديق هو التصورات الأربعة فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الإمام فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الإمام والمصنف ماشٍ على مذهب الحكماء بتقدير المضاف في كلامه
سنرانا مبعد كما بتقديم مضاف في كلام بين تركيب بين شرك ونسبة وهو وقوع مضاف كبر مسلم وأخذ منه ما يتصل بالدراك وقوع نسبة الملك وقوع نسبة الملك وأخذ نسبة التمتع هذا الكلام وتقول هذا الكلام التي سوء كلام الكلام أي أن العلم الذي هو حصول صورة الشيء في الدين سلاحية الأمة الدين يخلق حصول صورة الشيء في الدين يمكن قلبه لسه الفنان بيته في الدين ينقسم الروح صورة الشيء في الدين ويمكن تنين وضرب لا تصور وتصديق أما التصور فهو حصول صورة الشيء فيه من غيره من الأمر بنفي أو إثبات كان كلمة دونه آية من غير حكم عليه بنفي أو إثبات نفس الشيء ما نقول بالكونسبت مثلا يكتب من القسم حصول صورة الشيء صورة شيء ثم على المسألة خلق ثم إنك كإدراك الإنسان من عليه بشيء كإدراك إنسان بيرده من غير حكم عليه بشيء لا تبقى إلى نفسه إنسان جد ما تكون وأما التصديق وهو إدراك أن النسبة واقعة أو النسبة واقعة أي الإنسان إذا تقبل إذا يستسلم كإدراك أن زيد الكافي أو ليس الكافي هذا هو الكلام وأما التصديق أمام الإمام الغادي فهو من بين الأوقات إدراك المحكوم عليه إدراك المحكوم به موضوع بمحكوم وإدراك النسبة التي هي مورد الإيجاب والسلب ونسبة الكلمة أو إدراك التي كلمة واقعة أو ليست واقعة والفرق بين المذهبين من ذلك لأن هذا مذهب المحكوم وهذا مذهب المسيح من غيره الإمام الرازي هذا القاعدة تفضل الإيجاب والسلب وإدراك النفس كالنسبة واقع أو ليس بواقع ثم إنك إذا أردت أن تكتب التصور والتصديق أو تذكرهما أو تتعلمهما ثم إنك إذا أردت أن تكتب أو تكتب سلما بوجهك أو تتعلم بما سلما أو تعلمهما فالمراد بالوصف ما يشتمل ذلك تكتب التصور أو تذكرهما أو تتعلم أو تعلمهما أن تكتب على التكلم فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك فقدم التصور على التصديق لأنه مقدم عليه طبعا ويقدم وضعا وهذا معنى قوله وقدم الأول عند الوضع ثم بين أن النظرية
من كل من التصور والتصديق ما حاج للتأمل والضروري يقصد ما لا يحتاج وهو ما لا يحتاج إلى ذلك فالأكثر والبعض كما تقدم مثال التصور الضروري إدراك معنى لفظ الواحد نصف الاثنين معنى لفظي الواحد الواحد نصف الاثنين الواحد نصف الاثنين معنى لفظي معنى لفظي الواحد نصف الاثنين ومثال التصور ومثال التصور النظري إدراك معنى الواحد الواحد نصف سدس الاثنين 12 نصف سدس ومثال التصديق ضروري ومثال التصديق الضروري إدراك وقوع النسبة في كوننا الواحد نصف الاثنين في قولنا الواحد في الاثنين ضروري جدا أن نسبة ومثال التصديق النظري نظرية تصديق النظرية إطلاق وقوع نسبة بقولنا الواحد مثل سدس الاثنين نظري وبما تقرر وبما تقرر علم ولمن انحصار العلوم في التصورات والتصديقات ولكل منهما مبادئ ومقاصد ومبادئ التصورات ومبادئ التصورات الكليات الخمس ومقاصدها القول الشارع التصورات كليات الخمس ومقاصدها القول الشارع قولا شارعا ومبادئ التصديقات مبادئ التصديقات القضايا وأحكامها وأحكام القضايا ومقاصدها القياس بأقسامها أقسام سلاسل بأقسامه أقسام فانحصر فن المنطق فانحصر فن المنطق فن المنطق أثرت في هذه الأبواب الأربعة أبواب أربعة ليس أثرت وأما بحث الدلالات ومباحث الخمسة ومباحث الألفاظ ومباحث الألفاظ إنما ذكر في كتب المنطق لتوقف بعض الكليات الخمس عليه عليه سبب التباسي دلالات ومن نظر إلى أقسام القياس الخمسة من نظر إلى أقسام القياس الخمسة
عد الأبواب 8 ومن عد معها ومن عدل ملقا ومعها عيسى مبحث الألفاظ مستقلا كانت الأبواب عنده 9 ثم إن المناطق اصطلحوا على تسمية لفظ المفاد به اصطلحوا على تسمية لفظ المفاد به معنى مفرد بالقول الشارع الاستعاذة عذابة على تسمية لفظ المفاد به معنى مفرد مفرد المفاد به ليس بعيدا حتى سبب تسمية اللفظ المفاد به الابتسام كبير بالقول الشارح قول الشارع أنت قول الشارع كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان إنسان المتوصل به إلى معنى مخرج في تعريف الإنسان المتوصل به إلى معنى مخرج وصل إلى معنى مفرد وهو معنى الإنسان وهذا معنى قوله وما به إلى تصور البيت واختلفوا على تسمية اللفظ المفيد التصديق حجة أي قياسا كالعالم متغير واستلم على تثبيت التي تنتج الهجة قياسا كالعالم متغير وكل متغير حادث المتوصل به إلى النتيجة وهي العالم حادث وهذا معنى قوله وما لتصديقنا البيت والله سبحانه وتعالى له بالصواب.